اعرف ان ربنا مديلك كنز كبير قوي قوي وانت صايم، هو ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ان دعوة الصايم لا ترد، يعني دعوتك بتكون مستجابة وانت صايم. فحاول على قد ما تقدر انك انت تدعي كتير قوي ربنا وانت صايم، لان دعائك بيكون مستجاب. وادعي كمان وانت بتفطر، لان سيدنا محمد برضو قال ان الوقت ده دعوتك بتكون مستجابة. اعرف ان الصيام اللي انت بتصومه ده في رمضان هي العبادة الوحيدة اللي موجودة في الاسلام اللي احنا ما نعرفش اجرها وثوابها وحسناتها قد ايه. دي العبادة الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى ما قالش ابدا اجرها قد ايه. وانت عارف ده ليه؟ من كتر عظمة الاجر والثواب اللي انت بتاخده واللي ربنا سبحانه وتعالى بيديهولك لما انت بتصوم. ربنا بيقول في الحديث القدسي عن الصيام: كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. اعرف ان ربنا في كل يوم في رمضان بيكتب اسامي ناس معينة ان الناس دي مش هيدخلوا النار ابدا. فانت بجد مستوعب انت عندك 30 يوم في رمضان، 30 يوم في رمضان، كل يوم في رمضان ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان يكتب اسمك من اسامي الناس دول اللي هم مش هيدخلوا النار ابدا. فاوعى تفوت يوم في رمضان الا لما تدعي ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء ده: اللهم اعتق رقبتي من النار.